السلام عليكم، عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض الرز بلبن. طبعا ليه استخدامات كتيره جدا وبيتعمل بكذا طريقه. النهارده هنعمله بطريقه سهله جدا وبطعم مميز. اول حاجه محتاجاه معانا اللي هو لتر لبن، حوالي 4 أكواب. ومحتاجين كريمه، دي اللي هتدينا الطعم. كريمه خفق الحلويات، ممكن تستبدليها بقشطه عادي. ومحتاجين ربع كوبايه رز فانيليا سايله، ممكن تستبدليها بالبودر، ومعلقتين من النشا، ونص كوبايه سكر. ودي حسب الرغبه، قابله للزياده او النقصان، طبعا على حسب ما انتي بتحبي الحاجه مسكره ولا لا. ونبتدي مع بعض في اول خطوه. وعلى فكره في مفاجاه الفيديو الجاي ان شاء الله تعجبكم، هنعمل مع بعض مهلبيه من نوع جديد، انتظروني. بس نعمل مع بعض الاول الرز بلبن. هقول لكم ان الرز يكون منقوع علشان يكون نسبة النشويات فيه قليلة، واحنا هنعوضها بمعلقتين النشا، وكمان عشان يستوي معانا بسرعة. فانا نقعاه بقاله 3 ساعات، تقدري تنقعيه قبلها بساعة او 2 زي ما انت حابة. فانا هصفي المية ونشوف هنعمل ايه مع بعض. كده الكمية بتاعتي بتاعت الرز خلاص. علشان بقى الطعم بتاعها يبقى احلى من المحلات كمان، هنبتدي ان احنا نحط كوباية لبن بدل المية. هنغلي الرز يستوي في كوباية اللبن دي، وهنحط معاهم معلقة سكر، ونسيبهم لحد ما نشوف ان الرزاية استوت معانا خلاص. يبقى هي كوباية لبن واحدة في الاول، فهنحطها على النار كده ونستنى لحد ما تستوي الرزاية، ونكمل بقية الخطوات مع بعض. حبايب قلبي حطيته على النار، بس تاخدوا بالكم ان انتوا تخلوا بالكم منه، علشان لو اتشرب ما يشطش منك الرز. ممكن تحطي كوبايتين او 3 لبن مش مشكله، وتخلي اخر كوبايه اللي احنا هنحط فيها النشا. كده الرز هياخد طعم اللبن، وهيبقى فيه كمان نسبه سكر. فانا هسيبه بقى يستوي، وزي ما قلت لكم خدوا بالكم كويس جدا، علشان اللبن بيتشرب وبيتبخر بسرعه. تاخدي بالك وتكوني مهديه النار، مش معلياها قوي. هنا حبايبي اللبن بدأ يقل، فهبتدي ان انا احط كوباية لبن تانية، وده اللي انا قلتلكوا عليه، ان انتوا تاخدوا بالكم كويس، علشان الرز بيتشرب من اللبن، واللبن بيتبخر بسرعة. كوباية تانية خلاص، واقلب واسيبه برضو لحد ما يستوي الرز. ده كده حبايبي شكل الرز، شايفين استوى خلاص. فانا هقفل عليه بس لمدة حوالي 5 دقايق، وارجع تاني. يعني هقفل عليه دلوقتي واسيبه لمدة 5 دقايق واغطيه، علشان يتشرب اكتر واكتر الرز من اللبن. الخطوة دي تقدري تستغني عنها عادي، وتحطي كمية اللبن بقيتها وتكملي. لكن انا بعمل كده بيطلع الرز طعمه جميل جدا من جوه. فانا دلوقتي هقفل، وبعد 5 دقايق هنشوف مع بعض هنعمل ايه. كده بعد 5 دقايق رجعت شغلت النار تاني، وهحط بقى كمية اللبن كلها الا كوبايه دي اللي هندوب فيها النشا مع بعض دلوقتي خلاص. فانا هسيبه كده على النار، ونروح نعمل مع بعض الخلطه التانية او بقيه المكونات بتاعتنا التانية. كده هنحط بقى مع بعض النشا واللبن. هحط النشا خلاص، وهنحط اللبن ونقلب، والكريمه بس كده. وبعد كده بقى نبقى ناخدهم وهنحطهم بعد ما نحط السكر على طول. فانا كده بس عشان ما يقعش هنحطهم ونقلب على طول. انا كده حطيت وافضي الكريمه خلاص، وهنقلب بالراحه. وقبل ما نحط الكريمه هنحط السكر الاول على الرز. فيلا مع بعض بقى نروح نحط ونعمل اخر خطواتنا. بكميه الرز خلاص واقلب، وطبعا على حسب الرغبه بتاعتي بزود او بقلل. ننزل بعد كده بالنشا والكريمه بتاعتنا، ونقلب بقى واحده واحده خلاص. وفي الاخر بنحط الفانيليا بتاعتنا. كده انا حطيت الفانيليا. بصوا بتفضلي تقلبي على طول، علشان ما يلزقش معاكي على الجوانب ويطلع طبقه صفرا. فانا هفضل اقلب لحد ما اوصل للسمك اللي انا عايزاه. انا كده قفلت لاني وصلت كده للقوام اللي انا عايزاه خلاص. ابتدي بقى ان انا احطه في الاطباق. يلا مع بعض هنبتدي نحط في الاطباق، وما يبقاش فيها ميه، خدوا بالكم خلاص. ده القوام بتاعه شايفين، يعني مش متماسك قوي، علشان يبقى طعمه جميل جدا وتعرفي تاكليه خلاص. لو عملتوه بنفس الطريقه دي هيطلع معاكم بجد تحفه قوي كده.
وممكن تزينيه بقى زي ما انت حابه، مثلا كده بجوز الهند والزبيب والمكسرات، او ممكن نحط عليه شوكليت فورماسيل اللي هي بتبقى زي كده او زي كده زي ما انت حابه. فاحنا مثلا هناخد اللي هي القلوب دي ونبدا ان احنا نرصها، وبكده اوريها لكم بقى الشكل النهائي. واتمنى ان انتوا تجربوها، وما تنسوش تعملوا لايك وشير، وكمان سبسكرايب للقناه لو انتي لاول مره بتشوفي قناتي. وان شاء الله اشوفكم على خير في وصفات تانية، وهسيب لكم صوره لطبق التقديم واقول لكم مع السلامه. ابيض مش اصفر ولا حاجه، اهو زي اللي في المحلات، والطعم احلى. اتمنى تجربوه، تشيروا الفيديو مع اصدقائكم.